السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة. دي قناتي، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وصفة النهاردة هي بسيطة بصراحة بالنسبة لنا، يعني كستات بيوت، بس بالنسبة للبنوتات اللي لسه بتتعلم بتبقى صعبة شوية. أنا في بنوتة طلبت مني طريقة البدنجان المخلل زي المحلات بالظبط. تمام، هعمله النهارده علشان اللي مش عنده المعلومة الكافية، وبرضه البنوتات اللي لسه بتتعلم تقدر تاخد المعلومة الصح. تمام، أول حاجة هنسمي الله. طبعا أنا عندي هنا كيلو من البدنجان اللي هو البلدي بتاعنا اللي هو خاص بالسلق. طبعا انت بتجيبيه بتغسليه كويس، بتشيلي القمع اللي بيبقى موجود هنا الاخضر، وبعد كده بتغسليه كويس قوي، وبعدين بتسلقيه في ميه بس، لا بتحط ملح ولا بتحط اي حاجه غير الميه بس. تمام، بعد كده بتختبريه بالسلق من هنا، بتلاقيه من عند الراس بتلاقيه استوى بالشكل ده. تمام، طبعا الدقه بتاعتنا انا عملتها قبل كده على القناه، اللي حاببها يقول لي وانا انزل اللينك بتاعها. عندي هنا الدقه بتبقى عباره عن شطه خضراء، لو هي حر قوي سبايسي بتحط معاها 5 قرون شطه، وبتحطي على الكيلو البدنجان ده بتحطي راس توم مفروم، تكون راس توم وسط. تمام، وبتحط عليها طبعا الملح المناسب، وبتعصري عليها ليمونه. تمام، هي ديتي الدقه بتاعتنا. تمام، في بقى تركايه اخيره هعملها مع البدنجان، هي اللي هتخليه بالنسبه لك زي بتاع المحلات. اول حاجه هنسمي الله. طبعا هنجيب بدنجانيه زي دي. تمام، وطبعا احنا هنقطعها، بنفتحها من النص بالشكل ده، بس طبعا بنفتحها من فوق بس، يعني الوصله الفتحه ما بتوصلش للقاع عشان تحتفظ بالدقه. وهتنزلي بالدقه كده من فوق من عند الراس. تمام، لحد هنا كده. طبعا انت بتحطي مع الشطه الحاره بتحطي فلفل علشان ما يبقاش البدنجان حر معاكي قوي. عندك علبه زي دي، سواء بلاستيك او بس يكون بلاستيك يعني خاص بالحراره وكده، يعني ما بتفاعلش مع الحراره، او علبه زي دي تكون ازاز. تمام، طبعا بتحطيه في علبه زي دي. تمام، وبعد كده هخلص باقي الكميه وهقول لك ايه التركايه اللي بتخليه زي بتاع المحلات بالظبط. هخلص باقي الحشو وارجع لك تاني. طبعا انا خلصت كميه الليمون كل البدنجان معايا. التكه بقى التركايه بقى اللي هقول لك عليها اللي هتخليه معاكي نفس طعم المحلات. طبعا الميه اللي بيتسلق فيها البدنجان بناخد منها كوبايه الا ربع بالشكل ده، وبننزل عليها ب3 ليمونات. تمام، يعني بنعصر 3 ليمونات على الميه، على كوبايه الميه اللي هي خاصه بسلق البدنجان. طبعا انا عصرت ال3 ليمونات. هنزل كمان بمعلقتين من الخل. تمام، انا مش بحب طعم الخل قوي فيه زي الليمون. تمام، بس انت لو حابه تحطي خل حطي ربع كوبايه على الميه بتاعه سلق البدنجان. تمام، وبعد كده بسم الله هنزل على البدنجان بالخليط ده. تمام، بسم الله بالشكل ده. طبعا البدنجان يعني بيحب جدا الليمون او الخل، بس انا بطبيعتي مش بحب طعم الخل قوي، بيبقى يكون ظاهر معايا في الاكل. تمام، شايفين ما شاء الله، يعني في ثواني بتعمليه ويبقى جميل قوي معاكي، وبده طعم جميل جدا حتى احلى من بتاع المحلات. هو ده بيبقى شكله جميل جدا. طبعا بتغطيه بالغطا بتاعه وبتسيبيه في جنب بس لحد ما يهدى من السخونيه، وبعد كده بتدخليه التلاجة. بكده بكون وصلت لنهاية الفيديو. يا رب يكون عجبكم، ويا رب أكون قدرت أوصل المعلومة صح. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم.